الزمان عام 1963. المكان الصحراء. الجنرال إدريس بن عمر العلمي يقبل على مضض الامتثال لأمر الملك الراحل الحسن الثاني والقاضي بتراجع الجيش المغربي إلى مواقعه بعد توغل كبير في الأراضي الجزائرية خلال حرب الرمال، حرب استغرقت 3 أيام. أرغمت القوات الجزائرية التي شنت هجمات مباغتة على مركزي حاس بيضاء وتنجوب ثم على مركز إيتش في شرق تيغيغ على التقهقر، حتى أصبح جنود الجنرال إدريس بن عمر على بعد 26 كيلومترا فقط من مدينة تندوف. كان الجنرال إدريس بن عمر العلمي قد التمس من الملك الحسن الثاني أن يأذن لقواته بالدخول إلى مدينة تندوف لإعطاء درس للجزائر، لكن الملك طلب منه التوقف والتراجع، وتم تبليغ هذا القرار للضباط والجنود على 5:00 صباحا، حيث لم تكن تفصلهم عن مدينة تندوف سوى 26 كيلومترا. في الوقت الذي جاءهم بعض سكان تندوف مهللين وفرحين بقدوم القوات المغربية من أجل ضم المدينة إلى التراب المغربي. مرت عقود ولا زالت الأحقاد الدفينة متغلغلة في النفوس، ولا زال جنرالات الجزائر المتحكمين في مصير البلاد يتذكرون الهزيمة، ولا زالت مقولة بن بلة الشهيرة حقرونا المغاربة ترن في آذانهم وتم تلقينها لأجيال الضباط المتوالية. لقد قالها الهواري بومدين وهو الرجل الذي ذاق مرارة الهزيمة في حرب الرمال. وحسب بعض المراقبين فإن قوة الجيش المغربي تكمن في تدريبه الجيد وخبرته العسكرية، حيث خاض حربين: حرب الرمال مع الجزائر خلال الستينات، وحرب الصحراء مع البوليساريو إبان السبعينات والثمانينات. كما يشارك الجيش المغربي في عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة بالبلدان الإفريقية التي تعرف صراعات مثل رواندا، بالإضافة إلى أنه اكتسب سمعة طيبة بين الشعب المغربي من خلال مساهمته الفعالة في إغاثة المواطنين المنكوبين جراء الكوارث الطبيعية التي تصيب المغرب أحيانا، مثل الفيضانات والثلوج التي تحاصر ساكنات بعض القرى. وفي وقت يحاول فيه الإعلام الجزائري الخاضع بالكامل لأوامر جنرالات العسكر التضخيم من قوة الجيش الجزائري وتوظيف مصطلحات من قبيل اكتساح وغزو ومسح لتوجيه تهديدات تعيد إلى الأذهان نفس الطيش الذي دفع ثمنه جيش أحمد بن بلة غاليا حينما اشتبك مع القوات المسلحة الملكية شهر أكتوبر عام 1963 في حرب أثبتت مدى كارثية الجيش الجزائري. عملية قياس القوة العسكرية معقدة جدا لاعتمادها على عناصر أحيانا لا تدخل في صميم اهتمام الجيش أو لا تعود إلى مجال تدبيره كما يوردها مركز Global Fire Power، مثل الموقع الجغرافي والتوفر على واجهة بحرية أم لا، ووقوع البلد في منطقة غير مستقرة أو بعده عن مناطق النزاع، وعوامل القوة الرادعة في متناول القوات المسلحة الملكية بسبب تطوير الجاهزية القتالية للأفراد وعصرنة المعدات وتطوير الصناعة العسكرية. والسلاح وإن كان هو الأداة الأساسية للحرب، فإن الترسانة الضخمة قد تغدو مجرد خردة غير مفيدة، وهنا بالضبط الاختلاف الموجود بين الجيش الجزائري والقوات المسلحة الملكية. فالمغرب بطبيعة الحال لا يملك الكم الهائل من الخردة العسكرية التي تملكها الجزائر، لكن بنهاية الأمر تبقى مجرد خردة، والأسلحة المتهالكة تعود إلى السبعينات والتسعينات وبداية الألفيات، بينما تظل القوات المسلحة الملكية أكثر فعالية، من جهة لطبيعة تكوين أطرها الذي يمزج بين الصرامة الفرنسية والخبرة الأمريكية، ومن جهة أخرى للتكنولوجيا المتطورة التي تتوفر عليها القوات الجوية والبرية والبحرية. يعد الجيش المغربي واحدا من بين أقوى جيوش العالم حسب تصنيف تقرير الأمريكي لجلوبال فاير باور لهذا العام، متقدما 3 درجات عن سنة 2019 ليرتقي من الرتبة 60 إلى 57 عالميا من أصل 138 جيشا. وتبلغ ميزانية الدفاع حسب التقرير 10 مليار دولار أمريكي، وهي الميزانية رقم 29 على مستوى العالم. يمتلك المغرب منظومة صواريخ جو متطورة متوسطة المدى من طراز AIM 120 C7 التي تعرف بنظام آمرام من شركة ريثيون، والتي تعد من أكثر النظم الجوية الدفاعية نجاعة في ضمان حماية التجمعات السكنية الكبرى والبنى التحتية والنقاط الحيوية. كما تتوفر القوات الملكية المسلحة على بطاريات الدفاع الجوي من طراز سكاي جارد تايب 90
الصينية الصنع والمكونة من مدافع عيار 35 ملم وصواريخ BL9، كما يعتمد على أنظمة صواريخ متطورة جدا اقتناها على مدار السنوات القليلة الماضية. هذا بالإضافة إلى سرب طائرات مكون من 247 طائرة من نوع F-16 اقتناها بقيمة إجمالية بلغت 12.4 مليار دولار، وهو ما أكسبه تفوقا استراتيجيا في السماء. ويقول خبراء عسكريون إن المغرب تمكن بفضل إبرامه لمجموعة من الصفقات العسكرية الجوية النوعية من الدخول إلى دائرة مغلقة تضم دولا قليلة ممن تتوفر على أكثر الطائرات تجهيزا والتي يهابها الجميع في مجال المعارك العسكرية الجوية. كما يبلغ تعداد أفراد القوات المسلحة المغربية حوالي 800 ألف عنصر في كل الأسلحة مع 400 ألف عنصر احتياط، في حين يبلغ عدد القادرين على الخدمة العسكرية حوالي 20 مليون حسب تقارير مركز جلوبال فاير باور. التفوق الجوي الرهيب للقوات المسلحة الملكية قادر على ضرب أي نقطة في التراب الجزائري بفضل تجهيزه بصواريخ أمريكية متطورة الواصل مداها إلى 7000 كيلومتر. اهتمام المغرب بالتفوق الجوي يعود إلى عهد الملك الراحل الحسن الثاني الذي أولى عناية خاصة للقوات الجوية، وأنشأ داخلها فرقا خاصة كان يعهد إليها بالمهمات ذات الطابع السري جدا، من بينها التدخل في جمهورية الكونغو الديمقراطية سنة 1977 حينما طلب الرئيس موبوتو مساعدته بعد قيام متمردي الجبهة الوطنية لتحرير الكونغو بإعلان الانتفاضة آنذاك، وسيطروا على مدينة كولوزي واحتجزوا رهائن أوروبيين، فأرسل له 1500 مظلي بكامل عددهم، وانتهت العملية بتحرير الرهائن وطرد المتمردين. وفي نوفمبر سنة 2017 نجح الجيش المغربي في تسجيل نقطة تفوق جديدة أرعبت الجيران بشكل كبير، فقد أطلق أول قمر صناعي في تاريخه لأغراض عسكرية تحت اسم محمد السادس من قاعدة غويانا الفرنسية، ليكون من مهامه الرئيسية مراقبة الدول المجاورة. كما أطلق قمرا ثانيا سنة 2018. وبالمقابل تعتمد الجزائر في معلوماتها الاستطلاعية على أمرين اثنين حسب مصدر أمني جزائري. الأول هو الصور التي تشتريها من الروس عبر أقمارهم الصناعية التي تغطي المنطقة خاصة على حدودها، والثاني هو تطوير برنامج الطائرات من دون طيار الذي تشرف عليه وزارة الدفاع تحت اسم أمل، واستطاعت أن تنتج منه نموذجين هما أمل 4 وأمل 7، لكن من ضمن عيوبهما أن قدرتهما على الطيران محدودة ولا تتعدى 6 ساعات. انفتاح المغرب على المؤسسات الدولية كان له أثر إيجابي على الاحترافية العسكرية والتشغيل البيئي للجيش المغربي، كما أن مشاركته في مهام حفظ السلام والعمليات العسكرية في مناطق مختلفة من العالم أكسبه خبرة ميدانية إضافية، لا سيما بعد وقف إطلاق النار في الصحراء ابتداء من بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، والتي شكلت لعقدين متتاليين ميدان حرب مفتوحة مع جبهة البوليساريو. فاجأت المملكة المغربية الأعداء وأرعبتهم باستخدام معدات عسكرية مهمة، بداية من سرب طائرات الF-16 وفرقاطة فريم ودبابات M1 أبرامز، ثم عبر شراء صواريخ تو المضادة للدبابات، وأخيرا صفقة مروحيات الأباتشي المقاتلة، إضافة إلى رادارات حديثة للطائرات بدون طيار، وترسانة صواريخ متنوعة متوسطة المدى من بينها سكاي دراغون. وعلى مستوى القدرات القتالية البرية عزز الجيش المغربي ترسانته المدفعية بمدفع سيزار الفرنسي من عيار 155 سنتيمترا الذي جرى تصنيعه سنة 2008 والذي حصل المغرب على 36 وحدة منه بصفقة قيمتها 200 مليون يورو، إلى جانب 40 وحدة من مدفعية ماستا اس الروسية التي يحارب بمثيلاتها الجيش الروسي نفسه، بالإضافة إلى 30 قطعة من مدافع FH-70 الأوروبية ومدافع L-118 البريطانية وغيرها، وأيضا امتلاكه 100 وحدة من مدافع ذاتية الحركة بنظام M109A6 الأمريكي المزود بأحدث التكنولوجيات القتالية والقادر على ضبط عمليات إطلاق نار بدقة كاملة في مدة لا تتعدى 30 ثانية. تتوفر القوات الملكية المغربية أيضا على العديد من قاذفات الصواريخ، أبرزها صواريخ منظومة M142 هيمارس المطور من طرف الجيش الأمريكي، ومجموعات أخرى متنوعة
متنوعة ومتطورة من المدافع التي استخدمت من الصين وروسيا. كل ما سبق ذكره هو مجرد غيض من فيض من قوة الجيش المغربي القادر على مسح أعدائه من الوجود، على رأسها جبهة البوليزاريو الوهمية ومن يدعمها من عناصر ومرتزقة لا يتوفرون على جاهزية قتالية، كما أن قوات الجزائر والبوليزاريو المنهكة والمفككة من الداخل تعاني الفساد المتفشي بين جنرالاتها، ويجتاحها تيار قوي لا يؤمن بأهمية العودة للخيار العسكري ولا يمتلك معنويات حقيقية لخوض أي حرب. بينما لا تهاب المملكة المغربية الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ أي تهديدات سواء من قريب أو بعيد، وهي المحصنة بجيش قوي يقوده ملك عظيم مستعد لمواجهة كل التحديات في سبيل